السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أصدقائي؟ يا رب تكونوا في أحسن حال وتكونوا دايمًا كده بخير. أنا سمسمة ودي قناتي الجديدة اسمها خير بيوتنا مع سمسمة. الحقيقة ده أول فيديو النهارده على القناة الجديدة بتاعتي. قررت إن أنا أبدأ الفيديو النهارده وأبدأ القناة بحاجة مهمة جدًا، هي عِشّة الفراخ. عِشّة الفراخ دي على فكرة إحنا عاملينها في البيت بخامات بسيطة جدًا، جدًا، من غير بقى هنربي لا تِبن ولا نشارة ولا مصاريف كتير. يعني فكرة عِشّة فراخ سهلة، يعتبر كده بمبالغ قليلة جدًا، جدًا، تقدروا تعملوها في البيت أو في البلكونة، تحطوها في السطح، في المطبخ، في أي مكان فاضي عندِك. الفكرة دي يا جماعة هتفيد أي حد عايز يبدأ في تربية الفراخ في البيت ويتربى فيها سواء فراخ بيضة أو سواء فراخ بلدي أو حتى كتاكيت صغيرة أو حتى كتاكيت بَط كمان صغيرة تنفع فيها ما فيش فيها أي مشكلة خالص. يعني بصراحة هي كانت فكرة حلوة أوي وفكرة عجبتني. فأنا حبيت بقى إن أنا أشاركها كده معاكم النهارده علشان الناس اللي نِفْسها إن هي تربي فراخ أو تربي كتاكيت يعني في البيت ومش عارفة ومش لاقية مكان أو قلقانة من موضوع الريحة أو بتربوا مثلًا في البلكونة ومتضايقين من موضوع النضافة والنشارة والتبن نروح نجيب منين والريحة والكلام اللي أنتم فاهمينه ده. فعشان كده أنا يعني فكّرت في الفكرة دي عملناها في البيت، تشبه إلى حد كبير جدًا موضوع البطارية، بس طبعًا تكلفة أقل بكتير جدًا، جدًا من البطارية، يعني تقدروا تعملوها في البيت كده بكل سهولة. حبيت بس كده النهارده أدّيكم الفكرة، يعني أفرّجكم كده على العِشّة بتاعتي دي. أنا يعني في مكان عندي صغير كده يعني في المطبخ، فعملتها على قد المكان. أنتم طبعًا تقدروا تكبّروا أكتر من كده بكتير جدًا، زي ما أنتم شايفين كده بُصّوا، يعني مكان صغير، ده بالنسبة لي كان مكان صغير. أنا عندي كمان بطارية، لكن المكان ده كان فاضي وأنا كنت عايزة يعني أعمل كمان أو أشتري يعني بطارية تانية، بس كانت البطارية مساحتها كبيرة، فقُلت خلاص بدل ما أفصّل بقى حاجة كده مخصوص، إحنا نعملها في البيت. فأنا يعني عايزة أقول لكم إن هي من غير مصاريف كتيرة. يعني فكرة بجد هتفيدكم جدًا وممتازة. الموضوع وما فيه يا جماعة إن البطارية دي معمولة بعروق من الخشب. خلاص، أي أعواد كده من الخشب، سواء خشب كان عندكم قديم أو حتى لو هتجيبوا من أي ورشة نجارة عروق كده من الخشب، زي ما أنتم شايفين هو الموضوع سهل جدًا، جدًا. هو عروق بنجمّعها مع بعض لل4 جوانب، هو كده 6 يعتبر 1، 2، 3، 4، 5، 6 ل6 جوانب، اللي هو الأرضية وفوق وبقية الجوانب. بالنسبة للباب معمول بمفصّلات عشان يبقى سهل إن هو يتفتح، متقفّلة كلّها، يعني بعد أمّا نركّب الخشب كلّه مع بعضه، على فكرة هي فَك وتركيب، يعني تقدر إن هي تتفك لإن هي معمولة بمسامير بورمة عليها وردة اللي هي عشان يثبت فيها السلك. فهي كلّها بمجرّد ما تفك المسامير هتلاقيها كلّها اتفكِت لو أنتم عايزين تنقلوها في أي مكان. وإحنا كمان عاملينها على عَجَل، يعني إن شاء الله بإذن الله هابقى أنزّل لكم برضه التفاصيل يعني عنها. أنا بس حبّيت أول فيديو أقول لكم الناس اللي عايزة تربّي يا جماعة ما تقلقوش واعملوا الفكرة دي فكرة حلوة جدًا، كُلّها نضافة، ما فيش بقى ريحة والجيران تتضايق أنتم عارفين طبعًا التنضيف كمان بتاع الفراخ مُتعب، وإن أنتِ تروحي تجيبي نشارة أو تجيبي تِبن. غير كمان بقى يعني عايزة أقول لكم كمان من مميزاتها اللي عجبتني جدًا، إن الفراخ نفسها مش قاعدة، يعني الطيور مش قاعدة في الفضلات بتاعتهم فييجي لهم بقى الأمراض والكلام ده كلّه ما فيش خالص، والريحة يعتبر ما فيش لإن أنا بانضّف تحتها على طول. تقدروا تفرشوا تحتها أي حاجة أو تقدروا يعني مثلًا زي مثلًا مشمّع والّا حاجة وتلمّوه وتنضّفوه وتحطّوا واحد غيره وهكذا، أو الأدراج البلاستيك اللي هي بتاعة البطاريات دي برضه ما فيش فيها مشكلة. عايزة أقول لكم كمان إنها متقفّلة كلّها بالسلك. عارفين سلك البطاريات اللي هو البلاستيك؟ ده سلك بلاستيك بتاع أرضية البطاريات، يعني السلك ده سلك بلاستيك مش سلك صلب، عشان الناس ما تفتكرش إن هو سلك صلب وممكن يتعب مثلًا الطيور أو حاجة، لأ، ده سلك بلاستيك مقفّلينه عليها كلّها من كل الجوانب، ما عدا طبعًا الفتحة اللي من فوق. إحنا سايبين فتحة بس علشان يعني فتحة في السلك متقفّلة برضه سلك ولكن مفتوح فيه علشان خاطر ننزّل اللمبة زي ما أنتم شايفين كده اللمبة دي. كمان إحنا عملنا فيها خَط مَيّة زي البطارية كده بالضبط، بس طبعًا أنتم ممكن تتنازلوا عن دي ما فيش فيها أي مشكلة خالص، مش مهم خَط المَيّة. ممكن تحطّوا السقاية العادية عادي جدًا. بُصّوا مساحتها والله يعني أنا بالنسبة لي دي صغيّرة عشان بس ده المكان اللي عندي، لكن أنتم تقدروا تعملوا المساحة زي ما أنتم عايزين. أنا دي ارتفاعها كان 70 سنتي، عرضها 85 في 75، والارتفاع زي ما قُلت لكم كده فهو 70. كمان أنا عملت علافة، يعني أنتم تقدروا طبعًا تحطّوا جوّه علافة وتحطّوا جوّه سقاية، لكن أنا عشان طبعًا المساحة عندي صغيّرة وضيّقة. بُصّوا اللمبة أنا بس باورّيكم إن أنا فاتحة فوق أهو السلك مفتوح فيه جزء علشان خاطر أسقّط منّه اللمبة. كمان عايزة أقول لكم إن أنا عملت علافة خشب
قفّلتها برضه كده بالجوانب كلّها شبه العلّافة كده بالضبط برضه، ده بواقي خشب برضه كانت موجودة عندنا وباحُط فيها العلف وباركّبها على الباب من برّه علشان تعتبر يعني إنها كإنها مثلًا إيه، علّافة خارجية علشان خاطر الفراخ ما تاخدش يعني تطلّع راسها من برّه وتاكل. أنا مش مقفّلة سلك الباب للآخر، عاملة لهم فيها فتحات زي البطارية بالضبط علشان خاطر الفراخ تطلّع راسها وتاكل من العلافة الخارجية علشان ما تاخدش مساحة جوّه. فزي ما باقول لكم كده بقى كمان على العلّافة عشان ما تاخدش عندي مساحة، لإن المكان صغير فيا دوبك هيبقى على قد عدد فراخ قليل، فخلّيت السقاية تكون أوتوماتيك علشان خاطر ما تبقاش فيها سقاية، وفي نفس الوقت العلّافة عملتها خارجية، وزي ما قُلت لكم إحنا رافعينها أهي عشان أعرف أنضّف تحتها تبقى يعني سهلة جدًا. أنا بافرش تحتها مشمّع باسحبه واحط مشمّع تاني. بس عايزة أقول لكم بس على ملحوظة صغيرة، علشان هو السلك اتقطع مننا شوية، لإن كان فيها يعني عدد فراخ خَد وقت طويل أوي، لإن كنت مربية فيها فيومي، فالفيومي هو اللي اتقطعت بسبب الوزن بتاعهم. أنا سِبتهم شهور كتيرة. فعايزة أقول لكم إن إحنا كمان لو نعمل فيها يعني إحنا ده برضه الفكرة دي برضه هنعملها، إن إحنا نعمل في النُص كمان عرق خشب علشان تدّي تحميل شوية ويكون يعني السلك مشدود عليها كويس. أنا باوريكم هنا أهو الفتحات اللي أنا عاملاها في السلك علشان خاطر الفراخ يعني تطلّع دماغها وتاكل من ال من العلّافة. ده كده بُصّوا الشكل، والله يا جماعة سهلة جدًا، جدًا. كمان بالمناسبة عشان ناس كتير برضه هتسأل على سعر المتر السلك ده. متر السلك ده بيتجاب من أي حد بتاع مستلزمات الدواجن، لإن هو السلك تبع مستلزمات الدواجن، أو من الناس اللي هي برضه بتبيع السلوك، مش عارفة يعني اسمهم إيه بصراحة، بس يعني الناس اللي بتبيع السلك اللي هو الصُلب والحاجات اللي زي كده بتاعة الشبابيك. برضه ناس أحيانًا بيبقى عندها السلك الشبك، اسمه سلك شبك بتاع أرضية البطاريات أو بتاع الفراخ، ده معروف أوي يعني، علشان بيكون طري كده على رجليهم، ما بيبقاش سلك صُلب ويعلّم فيها أو إنها تتعبهم يعني. أنا كنت جايبة المتر ب40 جنيه. هي يعني تقريبًا كده أخدت بتاع حوالي 5 متر تقريبًا يعني، أنا مش فاكرة أوي بالضبط بصراحة، بس يعني تقريبًا حوالي من 4، 5 متر، حاجة زي كده. والخشب بصراحة هو كان موجود عندنا، يعني ما احتاجناش خالص إن إحنا نروح يعني نشتري خشب، بس يعني أنتم لو اشتريتوا أي بواقي خشب برضه، يعني أي عروق كده من عند أي نجار، فبرضه يعني هتبقى يعني حلوة جدًا وفكرة عملية واعملوها أنتم في البيت. يعني أي حد يقدر يعملها في البيت سهلة والله يا جماعة بمسامير ويشبّكوا كده زي ما أنتم شُفتوا، واعملي كده مكان يكون نضافة، وابعدي بقى بعيد عن التبن والنشارة والأدوية بقى والعلاج بتاع الفراخ، لإن الفراخ إن شاء الله مش هتمرض، علشان مش قاعدة في الفضلات بتاعتها. وعايزة أقول لكم إن دي تنفع لأي نوع من الفراخ، سواء فراخ بلدي، يعني أنا ربيت فيها بلدي وربيت فيها فراخ بيضا وربيت فيها ساسو، حتى البط الصغير فأنا كمان حطيته فيها. يعني هي فكرة اقتصادية وسهلة جدًا يعني. يعني زي ما أنتم شايفين أنا يعني حاولت على قد ما أقدر إن أنا أورّيها لكم من جوّه ومن برّه، بسيطة جدًا، أي حد ممكن يعملها بإيده في ساعة، يعني هتدّيكم فكرة حلوة أوي إن هي متهوية عشان هي كلّها سلك، بس طبعًا لو وقت السقعة وهتحطوها في مكان يكون متهوي. بُصّوا العلّافة أنا حطيتها من برّه أهو زي ما أنتم شايفين، علّقتها على الباب من برّه علشان خاطر ما تاخدش مساحة من جوّه، وتبقى المساحة كلّها من جوّه فاضية للفراخ وبس، مش واخدة بقى للسقاية أو للعلافة. لو أنتم مش حابين طبعًا الفكرة دي كده، فتقدروا تحطّوا جوّه عادي سقاية عادية جدًا، وتقدروا تحطّوا جوّه برضه علافة عادية جدًا. آمم، ده كده يعني كانت فكرة فيديو النهارده، إن أنا حبيت إن أنا يعني أدّيكم كده فكرتي بس عن عِشّة الفراخ، إنها سهلة وبسيطة، اعملوها في البلكونة، اعملوها في أي مكان فاضي عندكم، وربّوا الطيور في البيت يا جماعة والله بتبقى خير، وتحس إن البيت كلّه فيه خير، وربنا يا رب يملى بيوتكم كلّها كده بالخير والبركة بإذن الله. فلو عجبكم جرّبوا بس الفكرة دي وإن شاء الله بإذن الله يعني هتدعوا لي، هتشوفوا الفرق بنفسكم. ما تنسوش بقى يالّا تدعموني بلايك، تشتركوا في القناة عشان أوصل لكم كل جديد عن تربية الفراخ والكتاكيت في البيت، وإن شاء الله بإذن الله هنتكلم في الفيديوهات اللي جاية عن حاجات حلوة جدًا، جدًا هتعجبكم، وفيديوهات كمان عن تربية البط والسمان وجميع أنواع الطيور. قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات لو كنتم كمان جرّبتوا فكرة عِشّة زي دي كده أو عملتوها، أو لو عندكم أفكار تانية لتربية الفراخ في البيت بتربّوا في إيه، شاركونا يالّا عشان كلنا نستفيد من بعض. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.